إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا كدعاء الغريق. لا ينجو فيه إلا من كان دعاؤه دعاء خالصا مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى. الدعاء الصادق بالخضوع والخشوع من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بدعوة واحدة تتقلب الأحوال، فالعقيم يولد له بدعوة خالصة، والسقيم يشفيه الله سبحانه بدعوة خالصة، والفقير يرزق والشقي يسعد بدعوة خالصة بخضوع وخشوع. زكريا عليه السلام رزقه الله عز وجل بيحيى بدعاء خالص خفي خافت. قال سبحانه وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. بدعوة واحدة أغرق الله أهل الأرض كلهم إلا من رحم الله، وذلك بدعوة نوح عليه السلام. قال سبحانه: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أهلك الله عز وجل فرعون ودمر عرشه وملكه بدعوة واحدة من كليم الله موسى بن عمران. قال سبحانه: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. بدعوة واحدة وهب الله عز وجل سليمان ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده، وأعطاه الله عز وجل ما لم يعط أحدا من الأنبياء بعده. شفى الله عبده أيوب عليه السلام بدعوة واحدة خالصة. قال سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. بدعوة واحدة قد تتغير الأحوال وتتقلب الأمور إن صدرت هذه الدعوة من قلب مليء بالإخلاص والخضوع والخشوع. في غزوة بدر التي كانت في 17 من شهر رمضان من السنة 2 من الهجرة، أيد الله عز وجل النبي وأصحابه رضي الله عنهم بالملائكة الذين قاتلوا إلى صفهم. قال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. إذا كان الدعاء من الإنسان سهلا يسيرا، فاعلم أنه سبب رئيس في رفع قدرك عند الله سبحانه وتعالى.
جاء في حديث أبي ذر الطويل في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إذن هذا الدعاء الخالص يعلمك الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى الغني الحميد، وكلما كنت مفتقرا إلى ربك كلما رفع الله عز وجل قدرك، وكلما أجاب الله عز وجل دعاءك. لولا ضراعتنا ودعاؤنا ربنا عز وجل لم يعبأ الله عز وجل بنا. قال سبحانه: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بالدعاء يكشف الله عز وجل البلايا والمصائب ويمنع وقوع الهلاك والعذاب. هو سلاح المؤمن، لا شيء من الأسباب أنفع ولا أبلغ في حصول المطلوب من مثل هذا الدعاء. فطوبى لمن رزق لسانا ذاكرا مولعا بدعاء الغني الحميد سبحانه وتعالى. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فقد ألهمت الإجابة. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. وجاء في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما على وجه الأرض عبد مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إذا نكثر من الدعاء. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، الله أكثر. فاللهم إنا نسألك إيمانا خالصا ونسألك لسانا ذاكرا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، من وصايا لقمان لابنه ما جاء في الحكمة: إذا أردت أن تؤاخي شخصا فاسأله في جيبه، فإن أحزنه ذلك فقل عليه السلام وقل هذا فراق بيني وبينك. جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. والعكس بالتمام في شأن بني آدم. إذا أردت أن تخسر شخصا فاسأله مالا أو اسأله حاجة إلا من رحم الله. وكان من أقوال السلف قديما: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فاجعل سؤالك للإله فإنما بنعمة ربنا وفضله نتقلب. جاءت أقوال كثيرة عن السلف في هذا الباب، في سؤال الغني الحميد سبحانه، وفي اليأس من سؤال غيره سبحانه وتعالى.
قال أبو الدرداء حكيم هذه الأمة رضي الله عنه: ادعو الله في يوم سراتك لعله أن يستجيب لك في يوم ضراتك. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: سلوا ربكم حتى شسع نعلكم، حتى الخيط الذي يكون في النعل، فاسأل الله عز وجل أن يسهله عليك. قالت: فإنه إن لم ييسره الله لم ييسر. وقال عطاء بن أبي رباح: جاءني طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى فقال: يا عطاء، إياك أن ترفع حوائجك إلى من أغلق دونك بابه وجعل دونك حجابا، وعليك بطلب حوائجك إلى من بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة، وطلب منك أن تدعوه ووعدك بالإجابة. من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيبه. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما بالنا نشكو فقرنا إلى مثلنا ولا نطلب كشفه من ربنا سبحانه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: قال والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. قال القائل: لا تحسبن الموت موت البلا، فإنما الموت سؤال الرجال، كلاهما موت ولكن ذا أشد من ذاك لذل السؤال. فاللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعل عبادتنا خالصة لوجهك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واقض الدين عن المدينين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم وألق في قلوبهم الرعب، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنجي المستضعفين من أهل السنة في كل مكان، في سوريا وفي فلسطين وفي العراق واليمن وفي بورما وغيرها من بلاد المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من أهل السنة منهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.